السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد وفي طبق جديد من اطباق شيماء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، وكنتمنى لكم رمضان مبارك كريم. اليوم ان شاء الله مازالين في السلسله ديال الحلويات ديال العيد. فهاد الصابلي غادي نديروه بلا زبده، وكما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي يعني رائع، وحتى المذاق ديالو راه زوين، وكيخرج كميه وفيره يعني اقتصادي. فنخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير وبلا ما نطول عليكم. بالنسبه للعجينه عندي 4 ديال البيضات وجوج كيسان الزيت، جوج السكر، جوج معالق كبار ديال الحليب المجفف ومحمر، معلقه صغيره مملوءه ديال الفانيلا، شويه ديال الملحه، خميره كيميائيه غير طريقه. وبالنسبه للمبتدئات اللي كيقدروا يدلكوا الصابلي هكا بالغلط وكيضيفوا رمه في الفران، وغادي نضيف حتى النكهه ديال الزبده. غادي نخلط هاد المكونات وغادي يعني نمزجهم مزيان حتى كينسجموا. غادي نضيف الزيت غادي تخلطوها مزيان حتى كتغبر في داك البيض والسكر، يعني ما كتبقاش تبان لكم من الفوق راها باقيه الزيت، كتنسجم مزيان مع المكونات. وعاد غادي نضيفوا عليها الطحين. بالنسبه لنكهه الزبده راه اختياريه، وبالنسبه للحليب المجفف اللي محمر كنكه به الصابلي. تقدروا تعوضوه باللوز محمر ومطحون، ولا كاوكاو، ولا الكوك حتى هو محمر ومطحون. بالنسبه لهاد المقادير حتى هما اللي درت انا، فراني ضاعفت الكميه حيت بغيت يعني نخرج كميه كثيره. فانتم كتقدروا ديروا غير نص ديال هاد المقادير اللي درت، مثلا 2 بيضات كتضيفوا عليهم كاس ديال السكر وكاس ديال الزيت. يعني انا راني ضاعفت الكميه، هي راه كيخرج كميه كثيره تبارك الله، واخا غير بالنصف ديال هاد المكونات، غير انا بغيت يعني نزيد. هنا راني جمعت العجينه ديالي، فخصها تجي متماسكه كما العاده، كما كيسبق لي ولت في الفيديوهات ديالي القدام. ما تدلكوها حتى شي حاجه، كتجمعوها باطراف الاصابع. هنايا راني طلقتها وغادي نبدا نقطعها يعني بالشكلات اللي عندي. قطعوها متقاربين كما كنقول ديما، باش ما يشتلكمش بزاف ديال العجينه، وتبقاو تطلقوها وتعاودوا تجمعوها في داكشي بحال اللي كتجي بحال اللي راها كتدلك. غادي نديرها في هاد اللاطه ديال غريبه البهله باش تجيني شويه غارقه، باش نعمرها بالحشوه اللي غادي نشارك معكم في هذا الفيديو. الحشوه غادي ناخد الفواكه المجففه، غادي نضيف عليهم كاوكاو ولا اللوز افيلي، غادي نضيف حتى الكاوكاو مهرمش. نتوما غادي ديروا داكشي اللي بغيتو. انا راه من بعد غادي نزيد هذا كاوكاو مهرمش ملون عندي، فغادي نضيفو. ما غاديش نكون شاعله الكاميرا، وغادي نضيف يعني كل ما ضفتو شي حاجه غادي ديروا واحد الكميه ديال الكونفيتور باش غادي تجمعوا داك الخليط، ما يجيش جاري بزاف، يجي مجموع وقاصح شي شويه، ما يجيش هكا رطب بزاف باش ما يضر لكمش عاوتاني الصابلي. غادي نستفو كما شفتوا في وسط داك الصابلي، وغادي ندخلو الفران
بالنسبه للفران كما كنقول ديما درجه الحراره العافيه تكون مهيل، دخلوا الفران سخون، ولكن منين ديروا الصابلي ينقصوه يعني حتى بحال اللي غادي ديروا الكيكه، وغادي تخليه حتى كيطيب على خاطرو كياخذ داك اللون المذهب وكتخرجوا. هنايا عندي هاد الشكل الثاني اللي غادي نديرو مربعات، غادي نزينو بالكاوكاو كونكاسي ملون والشكلاط. وهنايا كما شفتوا راه كاينه ديك التلصيقه باش غادي نلصق هذا الشكلاط والكاوكاو مهرمش في الصابلي. كندير فيها معلقه ديال الجليكوز ومعلقه ديال الناباج، وانتم كتضاعفوا الكميه على حساب الكميه ديال الصابلي اللي عندكم، ولكن خصكم ديروا نفس القياس. القياس ديال الناباج هو ديال الجليكوز باش ما يجيش قاصح وما يجيش رطب. الا درتو كميه الناباج بزاف راه غادي يجي رطب، غيرطب لكم الصابلي، وإلا درتو الكميه ديال الجليكوز غادي يقصحوا بزاف، فانتم كديروا نفس القياس. غادي نلصق هاد الكميه كلها اللي عندي بداك الشكلاط والكاوكاو مهرمش، وغادي نقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايكات والتعاليق الزوينين، ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه كنتمنى انكم تشرفوني بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، وعواشر مبروك.